أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. في تطور جديد في ملف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، دخلت ألمانيا على خط الأزمة كوسيط دبلوماسي في محاولة لإطلاق سراحه بعد أيام من احتجازه من طرف السلطات الجزائرية في ظروف ما زالت غامضة. ورغم أن برلين لم تعلن رسميا تفاصيل تدخلها، فإن مصادر أوروبية أكدت أن الضغوط الحقيقية جاءت من باريس، حيث مارست فرنسا نفوذها بهدوء من أجل الإفراج عن الكاتب المعروف بانتقاداته اللاذعة للنظام الجزائري ومواقفه الفكرية المثيرة للجدل. لكن النظام الجزائري الذي يعيش حرجاً داخلياً متزايداً رفض أي اعتراف علني بضغط فرنسي، واختار تمرير الملف عبر ألمانيا كطرف محايد لتخفيف التوتر وإظهار الأمر وكأنه تعاون دبلوماسي لا أكثر. هذا التحرك وفق مراقبين يعكس ارتباك السلطة الجزائرية أمام الضغوط الأوروبية، خاصة أن قضية صنصال باتت تثير اهتمام المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي. حتى اللحظة لم يتم إطلاق سراح الكاتب رسمياً، لكن الوساطة الألمانية مستمرة فيما تتابع باريس الوضع عن قرب. ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الوساطة في طي الملف خلال الأيام المقبلة، أم أن النظام الجزائري سيصاعد الموقف أكثر؟ شكراً لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.